المفروض نعمل ايه؟ يعني انا لما يجي ابني ولا بنتي يكلموني وبيقولوا لي حاجات انا مش قادره اسكت او امسك نفسي ان انا ما اقولهاش، انا مش قادره اسمعها، يعني مع ان انا ممكن اكون مستمعه قوي بره وبسمع بس اللي هي بتقوله او اللي هو بيقوله يعني محروق دمي، ازاي اكون في اللحظه دي مستمع؟ لما ده يحصل لازم بس نحط نفسنا، امم انا هخسر جولة ولا هخسر ابني؟ هنقول انه امسكي نفسك وانتي بقى اكتمي، لا، ما هو انا برضو لازم اربي ولازم اه اصحح. في اه مواقف ما ينفعش ان انا امسك نفسي فيها، يعني برضو امم خلينا نبقى منطقيين، انه في حاجات على حسب الموقف اللي بيتحكي لي، في حاجات اقدر ابلعها او ااجل الكلام فيها او اسمعها بطريقه الصديق الى امم حين، والى حين دي نحط فيها كذا خط لغايه ما يجي صحيح. مناسب اللي هو يبقى مستعد يسمعني فيه كأم. يعني انا امم اسمعه كصديقة في وقت، امم لكن لما اجي اتكلم عشان هو يسمعني انا هطلع الام. محتاجين نعمل شوية كنترول ونوجد ادوات تانية. احد الادوات المهمة ان احنا بنبقى عايزين نقول، وعايزين نقول جمل امم خبرية، جمل فيها نعم. حكم، حكم ويعني قيم ومواعظ. اوكي، ده حاجة بتبقى بالنسبة لهم بتقفلهم تماما، ده يعني حقيقي. تقطع ميه ونور. اوكي، في ده حقيقي. التواصل عند سن معين ابني هو مم. مش تجربتي انا، وهو مش افكاري، وهو مش شخصيتي، وهو مش نمط شخصيتي. ولادنا دول مختلفين عننا، احنا محتاجين نربي ومحتاجين نقول الصح، وفي قيم لازم نقولها وهنفضل مم. نقولها، ودورنا ان مم. احنا نفضل نقولها. مش بقول ان احنا هنتخلى عنها، ولكن الطريقه، يعني مهم ان احنا بس نفهم شويه اللغه بتاعتهم. اوكي، مم. ونفهم اللي في دماغهم، ان احنا نسال اسئله بلغتهم، ما اوكي. نتطوعش احنا بان احنا مم. نقول الاجابات اللي في دماغنا. لو احنا قدرنا الاسئله ليهم بشكل فيه حكمه، اوكي، وفيه مم. خبث شويه، هم مم. هيتزنقوا. ايه الغرض من التمرين ده؟ ان هم يسمعوا او يتمرنوا على انهم يسمعوا صوتهم اللي جاي من جوه.